لو انت تمريض خريج سنتين بس معهد بعد الثانويه العامه ومش شعبة تمريض عام، شعبة زي خدمات طبيه او طوارئ ورعايه حرجه او رعايه حرجه وتخدير، تعالى اقول لك على كام نصيحه في الفيديو ده تنفعك وانت بتقدم على مكتب المعادله. تابع معايا الفيديو للاخر ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، اخوكم محمد الليثي، تمريض في المانيا. النهارده ان شاء الله حابب اقول لكم على كام نصيحه تنفعكم وانتم بتقدموا على شهاده المعادله، وبالاخص الشعب اللي انا ذكرتها فوق. اكيد اصحاب الشعب ديت ممكن تسمع ان هيجي لهم رفض او ان مثلا ما لهمش خط سفر، ولكن الكلام ده مش صحيح. عايز الفت نظرك لحاجه هنا. قرار ممكن يختلف من موظف لموظف في نفس مكتب المعادله، وبيختلف من مكتب معادله للتاني. بمعنى كتير من زمايلنا كانوا بيتواصلوا معايا، في ناس جالها رفض من ولايه زي نورد راين ومن نيدا زاكسن، وعايز اقول لك ان بعدها بكام شهر لقيت ان واحد زميل لينا كان شعبة خدمات طبية برضه، وقدم ما شاء الله في نيدا زاكسن وما شاء الله جاله بشايد. وفي ناس تانية جالهم رفض وربنا كرمهم ما شاء الله في ولاية زي الراينلاند، تمام كده، وما شاء الله في حد منهم هنا موجود بالفعل في المانيا. فاللي عايز اوصله لك ان قرار ان هو يطلع لك شهاده معادله ده بيكون واقف على الموظف نفسه، والموظف ده ممكن يقبل طلب وموظف زميله ما يقبلش نفس الطلب، حتى لو نفس الورق واتنين زمايل واخدين نفس الشهاده ومعاهم نفس الخبرات وهكذا. فاللي عايز اوصله لك ان انت ما تيأس، قدم حتى لو عرفت ان مكتب المعادله ده في حد اترفض منه، قدم فيه وتوكل على الله، استوفي الطلبات وابعت ورقك وان شاء الله ربنا يكرمك. مش معنى ان حد جاله رفض ان وارد كل الناس اصحاب الشعب دي هيجي لهم رفض. فيعني استعن بالله، توكل على الله وان شاء الله ربنا يكرم الجميع، واشوفكم كلكم هنا في المانيا ان شاء الله. اتمنى تستفادوا من الفيديو ده ان شاء الله. هسيب لكم لينكات منصات التواصل بتاعتي، من ضمنهم قناه اليوتيوب وقناتي على التليجرام، بنزل عليهم حاجات مفيده جدا برضو، تقدر تتابعني هناك. وما تنساش تتابعني برضو على صفحتي على الفيسبوك وكمان على الانستجرام. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.